مساء الخير على اجمل متابعين في الدنيا. هعمل معاكم اكله حلوه قوي. دايما بننسى الاكلات الشعبيه مع انها طعمها حلو في منتهى الجمال، وفي نفس الوقت بيبقى كلها فوائد ومغذيه. هنا معايا البصلتين، حطيت عليهم ربع معلقه من الملح ومهديه النار، وهحمر البصله دي على نار هاديه جدا. ليه؟ علشان انا مش عايزه البصله تاخد زيت كتير. هنا البصله دبلت معايا اهي ما شاء الله، وما احمرتش قوي. هحط قرنين فلفل. هنا البصله خلاص اتحمرت وسبتها لما تبرد. وهنا واحدتين من الكوسه، باخد الكوسه بسم الله، لازم اعصرها كويس اهي الكوسه. هنا البطاطس برضو بعصرها. هحط 5 من البيض او 10 حسب الاحتياج. اول ما احط البيض احط فلفل اسود ربع معلقه. هحط كوبايه من الخضره حطها كنت في الفريزر. هحط رشه من الملح عشان احنا حاطين في البصل. واهم حاجه في الوصفه عشان تطلع حلوه وهشه من جوه، معلقه كبيره من البيكنج باودر. واحط معلقتين 2 بس دقيق بنفس المقادير اللي انا عطيتها لكم. يعني المقادير اللي انا عطيتها لكم حطيت عليهم معلقتين دقيق. ليه حطينا الدقيق؟ علشان تربط معانا. وهقلبها بقى واحطها في الصينيه او على الفرن على طول. بسم الله. بس كده قلبتها كويس بسم الله. خلاص كده جهزتها. سخنت الفرن على درجه حراره 180. مش هتاخد وقت كتير في الفرن، على حسب فرنك، يعني هي تاخد بالظبط نص ساعه. خلاص كده طلعتها من الفرن. شايفين بقى بسم الله ما شاء الله حلوه جدا وفي منتهى الجمال. هقطعها مع بعض. النهارده عملت عجه بسم الله ما شاء الله في منتهى الجمال، كلها خضار. حنان عملت لنا مكرونه وسلطه. تعالوا اتفضلوا اتغدوا معانا. العجه دي هتعجبكم قوي، هنزل لكم طريقتها.